الجالية المغربية فين ما كانت، في هولندا، في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في تازمانيا، فين ما كانت كتبقى جالية وحدة كتساند بعضها وكنفرحوا لبعضياتنا. وإلا نجح واحد بحال حنا كلنا نجحنا. ودابا جايه نهضر لكم على واحد الفرصة مهمة لبنت بلادنا. فين؟ في ألمانيا. مدام فاطمة الرحماني مرشحة لعضوية أخت صبيغات، على الله نكون نطقتها مزيان. والترشح ديالها ماشي ترشح سياسي عادي، هنا كتأكد بأن المغاربة ولات عندهم واحد الرغبة باش حتى هما يكونوا جزء في صنع القرار ويخدموا المجتمع اللي ساكنين فيه. ايوا كيقولوا على لاله فاطمة انها بصح قريبة من الناس وكتفهم المشاكل اليومية ديال الساكنة لا ريجيون ديال فرانكفورت، ومحافظة على الهوية المغربية اللي كنفتخروا بها. غادي تدافع ان شاء الله على مصالح الأحياء، الدعم القضايا الاجتماعية، غتمثل الجالية المغربية أحسن تمثيل مشرف، وغتعطي صورة إيجابية على المرأة المغربية وطموح المرأة المغربية، وغادي تقوي حضور المغاربة في المجتمع الألماني. وشنو الدور ديال الجالية هنا؟ يساندوا بعضياتهم. إلا نجحات راه كلنا نجحنا. إيواسية ديال الانتخابات فوقاش؟ 15 مارس. صوتكم يا الجالية في ألمانيا لا ريجيون ديال فرانكفورت مهم بزاف. ما تبخلوش على بنت بلادكم. واللي ما قدرش يصوت على الاقل بارطاجي المعلومه، كتسوى هذا الفيديو ولا المعلومه في الفيسبوك عند الصديق العزيز نبيل هرباز. والجاليه المغربيه كتبقى يد وحده في العالم كامل. بالتوفيق لاله فاطمه. بيس.